أبو الجحوات في بلاد الخرافات من حواديت زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وقول لنا رأيك في التعليقات. تبدأ الحكاية. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر الله. وحدوا الله، لا إله إلا الله. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه أبو الجحوات، كان بيشتغل حطاب. في يوم من الأيام أخد حماره وراح الغابة وكسر حطب وراح باعه في السوق. وهو راجع من السوق وهو راكب حماره شاف راجل عجوز قاعد بيبكي تحت شجرة. راح أبو الجحوات لقاه الشيخ أبو اليسر اللي بيظهر في ساعة العسر. راح له وقال له: يا شيخنا، ما يبكيك؟ رد الشيخ أبو اليسر وقال: اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. قرر جحا إنه لازم يضحك الشيخ أبو اليسر. بص للشيخ أبو اليسر وقال له: تسمح لي يا شيخ أبو اليسر أحكي لك قصتي مع الحمار بتاعي؟ رد الشيخ وقال: احكي يا جحا. رد جحا وقال: انا كنت بشتغل حطاب، كنت اروح اكسر الحطب في الغابة واشيله على كتفي فكتفي يوجعني، وامشي بيه للسوق والسوق بعيد فرجلي توجعني. قررت اني احوش علشان اشتري حمار، وفعلا بقى معايا دراهم ودنانير تكفي لشراء حمار. رحت السوق، رحت لتاجر الحمير، عنده حمير كتير لكن انا مش عاجبني منهم ولا حمار. مرة اقول له ده كبير، ومرة اقول له ده صغير، ده تخين، ده رفيع، ده ابيض، ده اسود، ده بياكل كتير، ده ما بياكلش خالص، ده شكله مريض وهزيل، وده شكله قوي جدا وممكن يرفصني ويعضني. ومش عاجبني اي حاجة. فجأة لقيت الحمار بتاعي ده اللي كان موجود عنده قاعد ينهق. سألت الراجل بائع الحمير وقلت له: الحمار ده بينهق بيقول ايه؟ رد علي تاجر الحمير وقال: الحمار ده بيقول لك وانت محتاج تشتري حمار ليه؟ ما انت حمار اهو. الشيخ ابو اليسر قعد يضحك، وبعد ما قعد يضحك قال لجحا: نظير ما انت اضحكتني يا جحا، اطلب مني اي طلب. رد جحا وقال: انا نفسي اعمل مغامرة في بلاد بعيدة، بلاد محدش يعرف عنها حاجة، محدش راح لها ولا زارها قبل كده. رد الشيخ ابو اليسر وقال له: طيب يا جحا، بص بقى، احنا الايام دي ايام صيف مش كده؟ قال له: ايوه. الشيخ ابو اليسر قال للجحا: بص بقى يا جحا، خد زوجتك بكره مرزوقه وروح فسحها عند البحر، وسترى من امر الله عجبا. جحا روح على البيت وراح قال لمرزوقه انه قابل الشيخ ابو اليسر اللي بيظهر في ساعة العصر، وقال لها: ده راجل مبارك وصاحب كرامات، والراجل ده قال لي خد مراتك وفسحها على شاطئ البحر وسترى من امر الله عجبا. فرحت مرزوقة جدا جدا وقالت: والله الراجل ده بيفهم، انا محبوسة وانت طول النهار في الشغل، انا نفسي اتفسح يا جحا. تاني يوم جحا أخد مراته وراحوا على شاطئ البحر علشان يفسحها. وهم قاعدين على شاطئ البحر كان في اتنين من بلاد الروم، واحد وخطيبته. والبنت كانت بتجري وكان خطيبها بيجري وراها، كانوا بيلعبوا. مرزوقة قعدت تتفرج عليهم وقالت لجحا: ايه يا جحا، اشمعنى هم يا جحا بيجروا ورا بعض؟ رد جحا وقال لها: انا فهمت، انت يا مرزوقة عايزة تجري وانا اجري وراكي وامسكك زي الراجل الرومي ده هو وخطيبته. ردت وقالت: ايوه يا جحا، انا نفسي في كده. يلا يا جحا هتجري ورايا؟ رد جحا وقال لها: خلاص، يلا يا مرزوقة اجري وانا هجري وراكي. مرزوقة طلعت تجري وجحا طلع يجري وراها، مرزوقة تجري وجحا يجري وراها، مرزوقة تجري وجحا يجري وراها. جحا فكر ان مرزوقة هتروح عند اخر الشاطئ وتقف، لكن مرزوقة فضلت مكملة، عدت نهاية الشاطئ ودخلت على الشارع وجحا يجري وراها. عدت على شارع واتنين وتلاتة وبدأوا يبعدوا عن البحر خالص.
جحا نادى على مرزوقة، قال لها يا مرزوقة استني يا مرزوقة رايحة فين؟ لكن مرزوقة برضه طلعت تجري، وجحا يجري وراها. بدأ جحا ينادي على الناس علشان يوقفوا مرزوقة. الناس بدأت تجري هي كمان ورا مرزوقة، ومرزوقة بتجري بسرعة شديدة جدا، وجحا عمال يجري وراها والناس تجري وراها. استني يا مرزوقة، وقف يا مرزوقة، وأبدا مرزوقة مش راضية تقف خالص. طلعت تجري مرزوقة، عدت بلاد وقرى ومدن، عدت بحار وعدت جبال وعدت سهول وأودية، عدت غابات وعدت صحاري، وجحا عمال يجري وراها. فين؟ مرزوقة وقفت، وجحا نفسه خلاص اتقطع. أول ما مرزوقة وقفت طلعت جحا قال لها ايه ده يا مرزوقة؟ ايه يا مرزوقة كل الجري ده؟ مرزوقة شافت جحا نفسه مقطوع، قالت له ايه ده؟ انت عايز تمسكني؟ انت مش هتعرف تمسكني. وفضلت تجري، بلد تشيلها وبلد تحطها، وجحا يجري وراها. ويا مرزوقة اقف يا مرزوقة، ابدا مرزوقة مش راضية تقف خالص خالص. فضلت تجري مرزوقة وجحا مش عارف هو رايح فين. جحا فجأة تعب وخلاص جاب اخره. جحا قرر انه يقف ويرتاح شوية، ومرزوقة كملت جري زي ما هي. جحا اول ما وقف بيبص لقى مجموعة من الكلاب طلعت تجري تهوهو عليه. جحا طلع يجري من الكلاب، وهو بيجري جحا بيبص شاف قدامه بيت مفتوح. دخل جحا البيت وقفل على نفسه الباب. بيبص كده جوه البيت، بيبص لقى أرض كبيرة جدا جدا، مدينة كبيرة كل اللي فيها من الأكل، كل اللي فيها طعام. استغرب جحا جدا جدا. المدينة العجيبة دي الأنهار بتاعتها من الشوربة، والصخور والحجارة من اللحمة، والبيوت من الفاكهة، والجبال من الحلوى، وكمان الطين بتاعها من العجوة، والرملة بتاعتها من القمح. استغرب جحا جدا جدا وقال ايه المدينة العجيبة دي؟ انا ازاي جيت هنا؟ راح جحا وهو عمال يتفرج على المدينة ومستغرب جدا جدا من اللي فيها. بيبص جحا من بعيد لقى بيت كبير من البطيخ، وفي مجموعة من الفلاحين مجتمعين عند البيت ده، وقدامهم نهر من الشوربة. راح جحا علشان يسمع هما بيقولوا ايه. لقاهم زعلانين جدا، وكبير الفلاحين واقف يتكلم معاهم ويقول ان الشوربة دي جاية من الشلال البعيد اللي هناك اللي على اول المدينة. الشلال ده بقاله اجيال واجيال بينزل شوربة وبيغذي البلاد، وكلنا بنشرب من الشوربة دي. لكن فجأة الشلال وقف، ومش عارفين ايه اللي حصل، ويا ترى الشلال وقف ليه. قرر جحا انه يساعد اهل مدينة الطعام. جحا قعد يفكر ويقول لازم يكون حل اللغز ده موجود في أرضية الشلال نفسه. راح جحا عند الشلال، لقى التربة بتاعته مصنوعة من الرز. جاب جحا كبشة كبيرة شبه المعلقة، وقعد جحا يحفر 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 ويطلع رز ويحفر. فجأة بيبص لقى قدامه باب. نزل جحا من الحفرة وفتح الباب ودخل. بيبص لقى راجل عجوز، شعره شبه الكنافة، وودانه شبه القطايف، عينيه كأنها حتة جبنة بيضة وجواها زيتونة سودا، وشه مدور زي رغيف العيش، صوابعه كأنها بسكويت، لابس خاتم زي الكحكة بالظبط. كان قدامه قدر كبير مليان بالشوربة، وحواليه حلل كتير جدا جدا مليانة بالشوربة. سأله جحا وقال له انت مين؟ رد وقال انا خادم الشوربة. لكن انت اللي مين؟ انت عدو ولا حبيب؟ رد جحا وقال انا حبيب، انا بحب الشوربة جدا جدا. رد خادم الشوربة وقال له طيب قول لي بقى انت ايه اللي جابك هنا؟ رد جحا وقال انا جاي هنا لان الشلال بتاع الشوربة مش شغال، والاهالي كلهم قلقانين. رد خادم الشوربة وقال انا عندي مشكلة كبيرة. المشكلة دي
إن الملح اللي معايا خلص، وأنا ما ينفعش أعمل شوربة من غير ملح. علشان كده أنا وقفت الشلال بتاع الشوربة وما عادش فيه شوربة بتوصل إلى بلاد الطعام. رد جحا وقال طيب والحل؟ أنا دلوقتي عايز أساعد، أعمل إيه؟ رد وقال للأسف الشديد هنا مفيش ملح. الملح موجود في بلاد بعيدة اسمها بلاد البهارات. جحا قال لخادم الشوربة خلاص أنا هروح لبلاد البهارات وأجيب لك الملح. فضل جحا ماشي ماشي، بلد تشيله وبلد تحطه، لغاية ما وصل إلى بلاد البهارات. أول ما وصل هناك لقى حزن كبير هناك في المدينة. لاحظ جحا إن مفيش ألوان. جحا بدأ يسأل ويقول هو في إيه؟ ردوا قالوا للأسف الشديد كان عندنا ألوان، أحمر وأصفر وأزرق وأخضر وبنفسجي وبني، كل الألوان كانت موجودة، وفجأة كل الألوان اختفت وبقى عندنا الأبيض والأسود بس. استغرب جحا جدا جدا وقال طيب أنا هساعدكم إن شاء الله أرجع الألوان تاني، لكن في مدينة بعيدة اسمها مدينة الطعام. المدينة دي كل حاجة فيها بدأت تبوظ بسبب نقص الملح، ممكن آخد شوية ملح؟ أمير جزيرة الملح قال لجحا عليك الأول إنك تهزمني في الألغاز. أنا هقولك على لغزين اتنين يخصوا الطعام، لو جاوبتهم صح هعطيك الملح اللي انت عايزه، لكن لو جاوبتهم غلط هدفنك هنا في الملح. جحا قال أنا موافق. أمير جزيرة الملح قال قول لي بقى إيه الشيء اللي جسمه أسود وقلبه أبيض وراسه خضرة؟ فكر جحا وقال البتنجان. الباذنجان من بره لونه اسود ومن جوه قلبه لونه ابيض، وفي العرش بتاعه او العرف بتاعه من فوق ده بيبقى لونه اخضر. اتغاظ جدا امير جزيرة الملح وقال طيب فاضل سؤال واحد، وده اصعب سؤال، لو جاوبته صح خد الملح. رد جحا وقال اتفضل قول. رد الأمير وقال إيه هو المخلوق اللي يجوز شرب لبنه ولا يجوز أكل لحمه؟ جحا قعد يفكر يا ترى إيه المخلوق اللي ممكن إن إحنا نشرب اللبن بتاعه لكن ما ينفعش ناكل اللحم بتاعه. قعد جحا يفكر وبعدين قال بس أنا عرفت، الأم. الرضيع ممكن ان هو يشرب من لبن امه، لكن الرضيع ما ينفعش ياكل من لحمة امه. بالنسبة للطفل الرضيع لبن الام يجوز، اما لحم الام فلا يجوز. امير بلاد الملح قال له احسنت يا جحا، اتفضل خد شكارة كبيرة من الملح. اخدها جحا، وقبل ما يمشي امير جزيرة البهارات قال له بقول لك ايه، احنا دلوقتي بلاد البهارات كلها، ودي عبارة عن مجموعة جزر، جزيرة الفلفل وجزيرة الشطة، جزيرة الكمون، جزيرة الكزبرة، وفي هنا جزيرة الملح. كلنا كده اسمنا بلاد البهارات، وللأسف الألوان مش موجودة. توعدني انك هتيجي تاني؟ رد جحا وقال انا اوعدك واعهدك. جحا أخد بعضه ومشى ورجع إلى مدينة الطعام وأعطى الملح تاني إلى خادم الشوربة. خادم الشوربة بقى مبسوط وفرحان وشكر جحا شكر كبير. لما رجع جحا إلى جزيرة الملح أو بلاد البهارات بدأ إنه يسأل أهل القرية ويقول يا ترى إيه أسباب إن الألوان اختفت؟ ليه كلكم أبيض وأسود؟ كل حاجة أبيض وأسود. ردوا قالوا دي لعنة مش عارفين مصدرها إيه ولا عارفين جات إزاي. جحا بدأ يروح ويسأل الناس والحكماء والناس العواجيز، لغاية ما راح بيبص لقى قدامه مكتبة قديمة جدا جدا. دخل جحا يمكن يلاقي سر اختفاء الألوان جوه المكتبة. أول ما دخل لقى كتب قديمة، قعد جحا يدور فيها، كتب صفرة وقديمة عليها تراب محدش كان بيفتحها. جحا قعد يدور يدور يدور. جحا
لقى أسطورة من الأساطير القديمة في كتاب بتتكلم على إن الألوان جاية من فوق من بلاد اسمها بلاد السحاب، ودي بلد موجودة فوق سحابة كبيرة وعظيمة موجودة في السماء. جحا جاب حمامة من الحمام الزاجل وكتب رسالة إلى أمير مدينة السحاب، وقال للحمامة الزاجلة تطلع لفوق فوق السحاب وتعطي الرسالة دي لأمير مدينة السحاب. وفعلا طلعت الحمامة ووصلت الرسالة. فجأة جحا بيبص لقى في من فوق في السماء في سحابة عمالة تنزل 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 وتقرب عند جحا. فجأة لقى السحابة في واحد واقف عليها وقال: أنا خادم سيدي ملك بلاد السحاب، وهو بعتني ليك وبيقول لك إيه الرسالة اللي أنت بعتها؟ رد وقال: أيوة، أنا بعتله اللي أنا عايز أقابله. رد وقال: طيب أنت علشان تقابله لازم الأول تجاوب على الألغاز، لو جاوبت الألغاز صح هتطلع لفوق، لو معرفتش تجاوبها ما انتش طالع. رد جحا وقال: اتفضل. قال الخادم: ايه الشيء اللي بتشوفه ومستحيل تلمسه؟ اول حروفه شيء يقتل، واخر حروفه شيء يشرب. قعد جحا يفكر وبعدين قال: سماء. سماء اولها سم يقتل واخرها ماء، احنا بنشربه واحنا بنشوف السماء ومحدش فينا يقدر يلمسها. خادم السحابة قال له: اتفضل يا جحا. ركب جحا والسحابة بدأت تطير وتطلع فوق 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 لغاية ما وصلت إلى سحابة عظيمة فوقها مدينة كبيرة جدا جدا. وقف جحا قدام ملك بلاد السحاب. سأله الملك وقال له: انت عايز ايه يا راجل انت؟ رد جحا وقال: يا مولاي الملك، انا عايزك ترجع الالوان تاني الى بلاد البهارات. قعد يضحك وقال له: علشان ارجع الالوان انا عندي شروط. رد جحا وقال: وايه هي شروطك يا حضرة الملك؟ رد الملك وقال: ان اللي يشفع في بلاد البهارات يكون راجل علم ودين. رد جحا وقال: انا مش راجل علم ودين، لكن انت لو عايز تسأل في حاجة اسألني. رد عليه وقال له: طيب انا هسألك اسئلة من الدين، بس انت لو ما جاوبتش انا هرميك من السحاب هتنزل على الارض ميت. رد وقال: وانا موافق. ملك بلاد السحاب بص لجحا وبدأ يسأله. السؤال الأول: إيه هو الجماد اللي تم ذكره في القرآن الكريم مرة ذكر كذبه، ومرة ذكر كدليل براءة، ومرة ذكر كعلاج؟ رد جحا وقال: ده قميص سيدنا يوسف عليه السلام، مرة ذكر بالكذب وجاءوا على قميصه بدم كذب، ومرة كان دليل براءة إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، ومرة ذكر كعلاج: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. سأل ملك السحاب وقال: طيب قل لي يا جحا، إيه هي الصلاة المفروضة التي لا تصح أبدا إلا في جماعة؟ رد جحا وقال: صلاة الجمعة. ملك بلاد السحاب سأل جحا وقال له: طب قل لي يا جحا، ما هو الحيوان الذي أبطل السحر؟ فكر جحا وقال: ثعبان سيدنا موسى عليه السلام أبطل كل سحر السحرة. ملك بلاد السحاب فرح جدا جدا وقال لجحا: طيب آخر حاجة، إيه اللي أوله في يدك وآخره في يدي؟ رد جحا وقال: حرف الياء. رد ملك السحاب وقال: خلاص، وأنا قبلت شفاعتك، دلوقتي قدامك مدينة السحاب والألوان مستخبية، عليك إنك تجمع الألوان كلها. مشى جحا لقى قدامه حديقة. دخل الحديقة لقى أزهار كتيرة جدا جدا وفيهم زهرة بتبرق زيادة عن اللزوم. راح جحا وفتحها لقى جواها اللون الأحمر. أخد جحا اللون الأحمر وحطه في جيبه. مشى جحا بيبص لقى قدامه مكتبة كبيرة
دخلها لقى كتاب كبير جدا جدا بعنوان أسرار السحاب. راح جحا وفتحه، لقى فيه اللون الأخضر. أخده جحا وحطه في جيبه. مشى جحا لغاية ما وصل للسوق. لقى التجار بتبيع كعك السحاب وتفاح الغيوم. فضل يدور يدور جحا، لقى واحد في السوق بيبيع صناديق. بيبص لقى صندوق لامع مطرز بالذهب والجواهر. جحا راح فتح الصندوق، لقى فيه اللون الأصفر. أخده وحطه في جيبه. مشى جحا في ساحة المدينة. بيبص لقى تمثال ضخم كبير. التمثال كان لابس عمة. طلع جحا فوق التمثال وشال العمة. بيبص لقى اللون الأزرق. أخده وحطه في جيبه. فضل جحا يلف في بلاد السحاب وبدأ يجمع كل الألوان. وبعدين وقف جحا فوق السحابة ورمى الألوان كلها عند الشمس. ونزلت الألوان مع شعاع الشمس على مدينة البهارات، ورجعت الألوان تاني، والناس كانوا مبسوطين وفرحانين. أمير مدينة السحاب أعطى جحا سحابة علشان ينزل بيها على الأرض بعد ما خلص مهمته. أول جحا ما نزل على الأرض، بيبص جحا لقى نفسه في القرية بتاعته. بقى مبسوط جدا جدا وفرحان، وقال الحمد لله، أنا كنت خايف إن أمير مدينة السحاب ينزلني في أي مكان تاني برا. جحا أخد بعضه وراح على بيته وقال يا خبر، أنا نسيت مرزوقة. يا ترى مرزوقة جريت ووصلت لغاية فين؟ راح جحا على البيت، لقى مراته مرزوقة قاعدة زعلانة. دخل جحا وقال لها ايه يا مرزوقة، قطعت نفسي من الجري وراكي. ردت مرزوقة وقالت له انت ما تكلمنيش يا راجل، انت بقى انت كده اجري وما تعرفش تمسكني. رد وقال لها انت فاهمة الموضوع غلط يا مرزوقة. انت قعدت تجري، عبرت صحاري وغابات ووديان وعديتي قرى وجبال. هو في حد بيعمل كده؟ وفجأة بيظهر الشيخ أبو اليسر اللي بيظهر في ساعة العصر على الباب، وباب جحا كان مفتوح. راح الشيخ أبو اليسر وقال له طيب يا جحا، مدام هي عدت بحار وجبال ووديان وأنهار، انت بقى انت ايه اللي خلاك تجري وراها؟ انت المفروض تتعب بعد أول شارع، أصلا المفروض خلاص تبقى تعبان. جحا قعد يفكر وقال أيوة صحيح، ايه اللي حصل؟ رد عليه الشيخ ابو اليسر وقال له مش انت يا جحا تمنيت تروح عوالم غريبة؟ انا بعتك الى بلاد الخرافات. بلاد الخرافات كل اللي انت شفته ده يا جحا في بلاد بعيدة ومجهولة اسمها بلاد الخرافات. وبكده انا حققت لك الامنية بتاعتك. انا اعطيت لمرزوقة ان هي تجري، القدرة على الجري والمشي، واعطتك انت كمان القدرة على الجري وراها علشان تروح الى البلاد دي. وانت رحت ورجعت وما تقدرش انك تروح تاني. وعاش بعدها جحا هو وزوجته حياة سعيدة. وتوتة توتة فرغت الحدوتة. لو عجبتك دوس لايك، قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكاية زمان. سلام عليكم.